السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعالوا بقى النهاردة نعمل أكل مطاعم بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل الفراخ بطريقة حلوة وتكات سهلة وبسيطة. هنعمل تتبيلة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي أي وقت ولا أي مجهود. ركزي معايا كده كويس. هنجيب كده بصل ونقطع البصل كده جوانح بالطريقة دي كده. تكون كده البصلاية بتقطعها كده في حجم متوسط، ولا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. هنقطع كده كام بصلاية، وكمان تقدري تضيفي معاها مكعبات بطاطس. عايزة اقولك بقى بتبقى جميلة جدا جدا لو عملتيها بالطريقة دي. عايزة اقولك بقى هتبقى طرية قوي معاكي من جوه، وطعمها حلو وتتبيلتها حلوة ومتحمرة من بره وجوسي جدا. دلوقتي كده خلاص بقى قطعت البصل. دلوقتي هجيب بقى المبشرة وابتدي ان احنا نبشر طماطم. هتجيبي كده حبيتين كده من الطماطم، وكمان لو عندك صلصة ضيفي كمان كده معلقة صلصة كبيرة. ما عندكيش صلصة هنحط كاتشب. هنعمل النهاردة تتبيلة حلوة جدا، اكل مطاعم، حاجة كده فاخر من الاخر وطعمها حلو، وكل اللي هياكلها هيطلبها منك تاني. دلوقتي كده خلاص بشرت الطماطم بتاعتي. عايزه اقول لكم بتديها تسكيره حلوه قوي وطعم حلو قوي. دلوقتي بقى هجيب كده كاتشب. هجيب كام كيس كده افضيهم. طبعا الكاتشب من الحاجات اللي بتخش في التتبيلات، بتبقى طعمها حلو جدا. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا جايبه شويه كاتشب حلوين كده محترمين، بس هفصل الفيديو وارجع تاني. دلوقتي كده حطيت الكاتشب. هبتدي بقى ان انا اضيف حليب او زبادي. لو عندك لا زبادي ضيفي علبة زبادي، ولو عندك لبن حطي لبن. المهم بقى دلوقتي المتاح عندك. انا حطيت لبن، هو ده المتاح عندي، ما كانش عندي زبادي. وكمان بقى هجهز بقى كده التوابل بتاعتي. هضيف كده شوية بابريكا حمرا. وكمان هجهز كده بقى البهارات بتاعتي. احط كده معلقة حلوة كده كبيرة من بهارات الكبسة. عايزة اقول لكم بتديها طعم خطير. ودي بهارات كبسة كده عاملة زي مرقة الدجاج، طعمها حلو اوي ومسكرة، بتخلي الاكل كده في حتة تانية. دلوقتي كده بقى عندي مكعبات مرق، هضيف كده مكعب مرق. تقدري بقى تضيفها فورية او مكعبات زي كده. عايزه اقول لكم تتبيله حلوه قوي قوي ورائعه يعني. هضيف بقى معلقه بهارات. وهضيف كمان فلفل اسود. وشويه ملح. هحط كمان شويه زيت، والزيت ده اساسي طبعا، عشان كده لما الفراخ بتحمر كده بيبقى عليها لمعه حلوه قوي كده، وفي نفس الوقت الفراخ ما تنشفش معاكي قوي. هتبل بقى التتبيله بتاعتي دي حلو جدا.
عايزه اقول لكم بقى لما تنقعي كده الفراخ كده في التتبيله دي شويه، طعمها بيروح في حته تانية خالص، والفراخ بتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه، وبتبقى طريه جدا كده من جوه ومتحمره من بره، حاجه كده فاخر من الاخر. حاولي بقى كده ايه تتبلي كويس عشان الخضار اللي انت حاطاه اللي هو البصل كمان ياخد من التتبيله. كمان تقدري تضيفي مكعبات بطاطس زي ما قلتلك. خلاص كده انا كده خلصت كده، واسيبها في التتبيله ساعه كده او اكتر. دلوقتي بقى كده عندي بصلايه هبتدي ابشرها عشان نعمل الرز. برضه هنعمل رز حلو كده جدا، الرز المصري بتاعنا عادي، وهنعمله زي البسمتي كده. هنبشر البصلايه، بشرنا البصلايه ناخدها على النار، نشوح فيها بقى كده لحد ما تصفر زي ما انتوا شايفين، وبعدين نبتدي ننزل بالمية بتاعتنا. اول ما تحمر كده وتاخد اللون ننزل بالمية على طول. دلوقتي كده بقى انا شربت كده ايه الرز بالمية، وهضيف له كده مكعب مرق وشوية كده من البابريكا وشوية ملح، وهسيبه يستوي عادي خالص. ودلوقتي كده بقى الفراخ بعد ما دخلت الفرن والرز اتعمل مفلفل وجميل، وعملت طبق سلطة دقوس اللي هي الطماطم دي، وكمان بصل، قطعت بصل وكمان فلفل وعصرت عليهم ليمون، وحاجة كده تحفة زي ما بناكل في المطاعم برا. أكلة سهلة وسريعة وما خدتش معايا أي وقت ولا أي مجهود. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد. عايزة اقول لكم اكلة سهلة وسريعة وبجد طعمها حلو قوي قوي قوي، وهتاخدك في حتة تانية خالص، كأنك خرجتي وكلتي اكل في مطعم من غير ما تصرفي كتير ولا تكلفي كتير، حاجة عملتيها في البيت بايديكي، طعمها حلو قوي قوي ولذيذ. زي ما انتم شايفين كده يا بنات الفراخ، يعني احنا عاملين اكلة زي الكبسة بالظبط.